فعلا النهارده عيد والله، كأن يعني عيد الصغير، العيد الكبير، عيد بكل معنى كلمة عيد النهارده. يا رب يكمل المؤتمر على ألف خير، وإن شاء الله نجد ثمار هذا المؤتمر. سمعتوا حضراتكم الكلمات، سمعتوا قد إيه الملوك والرؤساء العرب قد إيه بيحبوا هذه البلد، فلازم احنا من باب أولى كمصريين نحبها. احنا كمصريين نحبها. الغريب بيحب بلدنا او الشقيق بيحب بلدنا، احنا فين من حبنا لبلدنا؟ طيب فاكرين رواندا تشيك؟ رواندا تشيك، احنا النهارده مع رواندا، مفيش تشيك. هناخد مين في رواندا يا محمد؟ في حد معانا؟ هشام حسن الصحفي من رواندا. يا هشام، الو. المجدي، ازي حضرتك؟ ازيك يا هشام؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طمني عليك، طمني عليك، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. وطبعا زي ما انت عارف البعثه وصلت رواندا امبارح حوالي الساعه 12 وربع ظهرا. انتوا كنتوا معاهم على طياره واحده يا هشام ولا انتوا رحتوا لا انا معاهم في الطياره ومعاهم كمان في الفندق كمان. يعني رحت سافرت معاهم وقاعد معاهم في البعثه الاعلاميه قد ايه يا هشام لو سمحت؟ لا هو مش متواجد غيري انا والاستاذ عمرو كمال الناقد الرياضي لاخبار اليوم، ومعانا الاستاذ خالد شفيع اللي هو في اذاعه الشباب الرياضي. طب ايه سبب قله البعثه الاعلاميه يا هشام؟ هو طبعا يعني هي طبعا بتبقى حدود امكانيات بقى، في امكانيات مثلا على حسب يعني معقول. طب الاهرام ما بعتش، الجمهوريه ما بعتش، ودي جرايد المفروض انها يوميه وكبيره، يعني انت واخد بالك؟ لا انا عارف طبعا هي بتختلف من جورنال لجورنال يا كابتن، وبعدين ما احنا معاك يا كابتن يعني. لا انت انا بس بسال لا يكون هناك سبب غير اللي احنا. لا هو ما فيش سبب، هو طبعا ما فيش سبب، هو زي ما قلت لحضرتك، يمكن عشان خاطر احنا كمان كانت شاقه يعني 10 ساعات منهم 4 ساعات في ترانزيت، ممكن عشان السفاره نفسها كانت شاقه، فممكن في ناس ممكن تكون اعتذرت. ناس اعتذرت، ده كلام محترم. طيب قول لنا النهارده، اوصف لنا النهارده اليوم بقى بتاعكم وبتاع بعثه النادي الاهلي. هو طبعا يعني خليني ابدا حضرتك من الاول. احنا وصلنا زي ما قلت لحضرتك امبارح رواندا الساعه 12 وربع ظهرا. طبعا زي ما حضرتك اللعيبه طبعا كانت بتستقبلنا الاستاذ احمد شعيب قائد اعمال السفاره المصريه في رواندا للمساعده زي حضرتك العالم، السفيره موجوده في القاهره بسبب ظروف صحيه. انتقلنا الفندق على طول ده الملعب امهاري في رواندا، يعني دي بين الملعب 10 دقايق بالظبط. كان في مشكله بسبب التكييفات في الفندق يا هشام؟ ما انا هقول لحضرتك اتفضل. هو طبعا في مشكله، هو طبعا في مشكله بالنسبه للتكييفات. هي مش مشكله قوي، هو طبعا ده حاجه عارف، هي رواندا كلها ما فيهاش تكييفات. دي حاجه احنا يعني عرفناها النهارده، استغربنا جدا الموضوع ده، ولكن الناس شايفه ان التكييف ممكن يضر البيئه، فما فيش تكييف اصلا في رواندا خالص. فالموضوع ده عامل ازعاج للعيبه، ان طبعا الاوض كلها حر، ولا في السفارات الاجنبيه، ولا في السفارات الاجنبيه، ولا في اي مكان حتى يعني دولي. حتى اول ما تنزل المطار الجو حر جدا ورطوبه جدا، حتى المطار نفسه ما فيهوش يعني نقطه هواء. لكن يعني طبعا احنا بنحاول نتغلب على ده بالمراوح بقى، المراوح، ولكن المراوح بتعمل بشكل رديء، بس مش مهم. هو زي ما قلنا لحضرتك الرطوبه ممكن تكون هي ازمه شويه في الفندق، لكن مش ازمه قوي يعني. الامور طبعا ماشيه بشكل مستقر، اجواء صحيه ان شاء الله بكره النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه كويسه. النهارده كان في مران طبعا رئيسي، هو المران يعتبر المران الوحيد يعني، لان امبارح ما يعتبرش مران. اكتفى مستر بريدي والجهاز الفني معاهم ليه بتدريبات يعني زي كده عضليه كده، حاجات بسيطه كده في الحديقه بتاعت الفندق. النهارده بقى المران الرئيسي على ملعب السلام. المران طبعا بدا في نفس ميعاد المباراه الساعه 3:30 عصرا. بدا المران طبعا بحمايات، وبعد كده انتهت التقسيمه. حضر النهارده بعد المران كابتن عبد الاجتماع الفني. خليني برضه اقول لحضرتك على حاجه، ان
يعني في حاجه السفاره المصريه في وضعت برنامج للنادي الاهلي بكره يوم الاحد ان شاء الله، قبل سفر الرحله للقاهره، البعثه للقاهره، هيزوروا نسبه تذكاري لمذابح الهوتو والتوتسي في رواندا. حضرتك طبعا عارف ان دي كانت الهوتو والتوتسي. الهوتو والتوتسي اللي هي كانت حرب تطهير العرقيه بين الطرفتين المشكلتين للبلاد، يعني راح ضحياتها حوالي 1,000,000 شخص في 100 يوم بس. فطبعا دي حاجه حلوه جدا، حاجه توطيد العلاقات بين مصر ورواندا. طبعا انت عارف تبقى حاجه كويسه جدا، حتى هنا الاعلام اتكلم عليها بشكل كويس يعني. واخد بال حضرتك. زي ما قلت لحضرتك برضه بالنسبه بقى لو نرجع للمباراه تاني، الو كابتن مجدي. اتفضل، سامعك يا هشام، اتفضل. معاك. بالنسبه بقى النهارده نرجع بقى للحاله الفنيه يعني للنادي. في اي اصابات، في اي ارهاقات لاي حد من الفرقه؟ هو حسام عاشور لسه ما زال يعاني من البرد، واخد بال حضرتك، ولكن هيلعب يعني بكل التاكيد هيلعب رغم ان هو لسه لم يشفى تماما من الاصابه بنزله البرد اللي هي اصلا بقى لها اسبوع معاه، ان هو جات له نزله البرد دي من يوم السبت اللي فات. هي لحد دلوقتي لسه مستمره معاه، وان كان بيخف بس ببطء شديد. لسه الاثار البرد باينه عليه، لكن هيلعب بكره. خليني اقول لحضرتك برضه ان من خلال مشاهده الجهاز الفني للمباراتين الجيش الرواندي مع بطل موزمبيق في دور 64، الجهاز الفني خد باله من ان الفريق الرواندي بيعتمد على الكرات الثابته، بيعتمد على التسديدات العشوائيه من اي منطقه ممكن تيجي معاهم في مره وتيجي جول. فطبعا هو تعليماته كانت واضحه جدا ومشدده لخط الدفاع بمحاوله التصدي للكرات الثابته بشكل كويس. بالنسبه لتشكيل الفريق، هو طبعا النهارده المستر جريدي والجهاز المعاون ليه بعد العشاء، هم حاليا دلوقتي الوقت كده بيتناولوا وجبه العشاء يعني. تمام. نفس التوقيت يا هشام اتقال لنا امبارح. احنا نفس التوقيت بالظبط، احنا نفس التوقيت بالظبط، لان احنا على خط واحد زي ما حضرتك عارف. تمام. نفس التوقيت. تمام. واخد بال حضرتك؟ هم طبعا بيتناولوا العشاء دلوقتي، وبعد العشاء هيطلع التشكيل يعني هيبان او هيستقر بقى. طبعا مستر جريدي هيقعد مع. طب انت من وجهه نظرك التشكيل من وجهه نظرك انت ممكن يبقى مين؟ هو مفيش خلاف على شريف إكرام حراسة المرمى. طيب. قدامه سعد سمير، محمد نجيب، باسم علي، طبعا حسام عاشور لانه هيلعب يعني زي ما بقول لحضرتك يعني، حتى ان لسه حسام غالي ما فاقش. ناحيه الشمال مين؟ حسين السيد. زكريا. حسام عاشور انت متاكد انه لازم هيلعب باذن الله؟ لازم هيلعب مفيش. ومؤمن زكريا ووليد سليمان. تمام. يبقى المفاضله بقى دلوقتي بين عبد الله السعيد وحسام غالي، واخد بالك، وهو برده لسه مستر جريدو عنده برده لسه بيفكر، يمكن ده اللي اجل شويه الاعلان، ان هو بيفكر يلعب براس حربه واحد ولا يلعب باثنين. فزي ما حضرتك عارف هو عنده ثلاثه، عنده نجيري وبيتر اوبي، وعنده احمد متعب، وعنده الاثيوبي صلاح الدين. طبعا هو بيفاضل بين الاثنين، الاثيوبي خارج حسابات ان هو يدخل اساسي. الراس الحربه اللي عنده اساسي بكره مين تقريبا؟ هو لسه زي ما حضرتك هو لسه محتار بين ده واحد كلامي مع احد اعضاء الجهاز الفني، يا اما بيتر ومتعب يبداوا اساسي، او واحد فيهم بس يبدا اساسي راس حربه واحد بس. وراس الحربه الواحد من بين بيتر ومتعب؟ ما بين بيتر ومتعب. الا بقى لو حصل بكره بقى يعني لا قدر الله اصاب اي حد فيهم، فممكن يبقى فيه يدخل في الحسابات كاساسي. واخد بال حضرتك؟ خلينا برضو اقول لحضرتك ان طلعت انا تدريبات الفريق الرواندي، وكان ليا كلام مع فينيس مشامي المدير الفني الرواندي. هو الراجل طبعا يعني بيتكلم يقول يعني انا هو عارف الاهلي كويس جدا، وبيتكلم انه الاهلي دلوقتي هو بيقول كده، الاهلي دلوقتي مش زي خلال فترته في الفاتين، وعارف ان الاهلي دلوقتي كلام. خليه كويس قوي، برافو عليه انه عارف كده، ده كده معناه ان شاء الله ربنا يكرمنا. هو مدرب كويس، بس ومحقق معاهم نجاحات كويسه جدا،
وكمان هنا له شعبيه حتى، يعني لما بتكلم مع الجماهير مثلا او الشعب الرواندي اللي بيبقى متواجد، يعني افراد الروانديين وغيره في الاستاد، هم حابين الراجل ده كويس، ان هو قدر ان هو يعمل حاله كويسه في الجيش. حتى الجيش هو خليك برضه حتى تبقى عارف ان هو متصدر الدوري دلوقتي، في حين ان راين سبورت اللي هيقابل الزمالك هو في المركز الخامس تقريبا او حاجه كده، يعني متقصر يعني. يا ريت بقى يا هشام، يا ريت يا هشام بقى قبل ما تيجي تعمل لنا مقارنه بين الدوري الرواندي والدوري المصري. يعني ايه؟ يعني كم فرقه موجوده في الدوري الرواندي بيلعبوا؟ هل بيلعبوا مجموعه واحده ولا مقسمينهم لمجاميع عشان حته السفر وبعد المسافه؟ انا معاك، هم مجموعتين، هم سوري اسف، هم مجموعه واحده، لكن اعتقد ان مش في القوه. هم اكيد هم عندهم كابتن مجدي انتظام في المباريات، انتظام في المسابقه، ودي بتدي اصلا قوه لوحدها. الدوري الممتاز كام فرقه يا هشام؟ هو الدوري الممتاز حوالي 18 برضه او 17 يعني تقريبا في معقول؟ يعني كده. في رواندا لا عندهم انديه كتير، عندهم انديه كتير، وعندهم على فكره شغوفين جدا بكره القدم، يعني خلي بالك. وان كان فريق الجيش الرواندي هو عشان طلع وزاره الدفاع الروانديه فمالوش جماهير قوي، يعني هو الفريق اللي له جماهير برضه اكتر، الفريق اللي هيلعب الزمالك ده له جماهير اكتر. وخلي بالك حضرتك برضه اللي عرفته هنا ان مسؤول الفريق ده فريق رين سبورت اللي هيلاعب الزمالك مستعين جدا ان الماتش هيتلعب في الجونه، مستعين جدا ان هم هيسافروا كتير، متواعدين نادي الزمالك ان هم برضه هيلاعبوهم هنا في هم ما يعرفوش ان الحاله الامنيه عندنا هي اللي فرضت كده. ما يعرفوش بالظبط، فاكرين ان نادي الزمالك بيضايقهم بس. ولكن كلامي مع اتفضل يا هشام، تليفون قطع. طيب عموما بنشكر الناقد الرياضي هشام حسن من المصري اليوم على هذا التقرير والتوضيح. طيب نقول اخبارنا النهارده سريعا.